الغيابات تضرب الاتحاد قبل مباراة الرائد. سانتو يرحل عن الاتحاد، شرط وحيد يمنع عودته للدوري الإنجليزي. جاستيني يضع روشتة فوز الاتحاد بدوري روشن. يستعد الفريق الأول كرة القدم بنادي الاتحاد لملاقاة الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة يوم الخميس المقبل في الدوري السعودي. تقام مباراة الاتحاد والرائد في 8:30 مساء الخميس القادم على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 18 جولة يوم التأسيس في مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023. وذكر الإعلامي الرياضي منار شاهين أن تدريبات الاتحاد الجماعية خلال الساعات الماضية شهدت غياب العديد من عناصر العميد للإصابة مثل إيغور كورنادو، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، حمدان الشمراني، عبد العزيز البيشي وعبد الرزاق حمد الله، بالإضافة إلى المدافع أحمد حجازي الذي يغيب للراحة. ولا يزال الجهاز الفني للاتحاد بقيادة نونو سانتو في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي ثبت تعرضه لإصابة عضلية بسيطة وفق ما كشفت عنه الفحوصات الطبية. ويحتل الاتحاد وصف ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة من 17 مباراة بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، بينما يأتي الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة. يستمر الحديث عن العروض التي تتوالى على البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد من أندية أوروبية مختلفة التي يريد عودته بعدما أظهر مستويات رائعة مع الفريق منذ توليه المهمة. حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بحثت إدارة ويست هام إعادة سانتو إلى الدوري الإنجليزي في حالة أقيل ديفيد مويس المدير الفني الحالي للفريق. الإدارة الإنجليزية تراجعت عن الأمر بسبب التكلفة المالية المرتفعة، حيث سيتعين على ويست هام دفع 6 ملايين جنيه استرليني. أيضا سانتو كان مرشحا لتولي تدريب أندية ليدز يونايتد وساوثهامبتون، بينما يتمسك الاتحاد بمدربه على الأقل خلال الموسم الحالي. وتعاقد الاتحاد مع سانتو في يوليو الماضي ليخلف المدير الفني كوزمين كونترا بعد فشله في تحقيق لقب دوري روشن بالموسم الماضي. أطلق نايف هزازي نجم الاتحاد والنصر والشباب السابق تصريحات نارية أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي عن كواليس أزماته داخل الأندية التي لعب لها. قال نايف هزازي في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة دبي الرياضية: عندما كنت في النصر كانت هناك مشكلة بين اثنين، للأسف لا أستطيع ذكر أسماءهم، ولكن اللي منهم يتمنى لي الخير فأنا كذلك أتمنى له الخير، من يتمنى لي الشر لا أتمنى له إلا الشر. وتابع هزازي: للأمانة صارت مسألة شخصية بينهم هم الاثنين وأنا بالنص، نايف يلعب لا نايف ما يلعب. رغم أني بدأت مع النصر بداية قوية جدا، إلا أنه في النهاية من يملك قرار نايف يلعب أو ما يلعب في النصر ليس المدرب. لدينا على مستوى الخليج ولا على مدرب يمتلك الكلمة الأولى. وتطرق نايف للحديث عن أزمة أخرى قائلا: نعم، قلت احتياطي بالنصر ولا أساسي بأي نادي آخر، لأنني ظللت في هذا النادي لمدة 8 أشهر لم أستلم راتبي، لذلك وافقت على الانضمام للعالمي ولو لم ألعب أساسيا. وتابع نجم الاتحاد والنصر السابق: لو كان الدعم الحاصل الآن من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل موجود على وقتنا سابقا، لكن نحن اللاعبين محميين وبقوة. ووصل نايف هزازي: حتى حقوقنا نأخذها وما في تأخير. انظري للاعبين اليوم في المنتخب يلعبون بكل أريحية، على الرغم أنه 50% منهم ما يلعبون أساسيين مع أنديتهم لكن مرتاحين نفسيا. يذكر أن نايف هزازي بدأ مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد ومنه انتقل للشباب ثم النصر فالتعاون، وخاض في صيف 2018 تجربة احترافية في الدوري الروماني عاد منها لنادي أحد ثم العدالة، وحتى الآن لم يعلن اعتزاله. طلب الإعلامي عدنان جستني مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنور الحائلي باستخدام حكام أجانب في مباريات الفريق بدوري روشن السعودي. الاتحاد يستعد لمواجهة الرائد الخميس المقبل على استاد الجوهرة المشعة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي. ونشر جستني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر فيديو من برنامج الإخبارية يتحدث فيه المحللون عن شخصية الحكم والحكم السعودي، وأنه لا يجيد التعامل في المباريات بسبب ضعف شخصيته وابتعاده عن إدارة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم. هذا وعلق جستني على الفيديو حيث كتب: كلام صحيح، علشان كده إدارة الاتحاد كل مباريات الدوري في جميع الملاعب طلبت حكام أجانب، حتى في دوري يلو شخصية الحكم مهزوزة.
ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف فقط عن النصر المتصدر. ظهر مهند الشنقيطي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وهو يمشي بالعكازين داخل مقر قلعة العميد على هامش تدريبات الفريق أمس الأحد. الاتحاد يستعد لمواجهة الرائد الخميس المقبل على استاد الجوهرة المشعة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي. تابع أهم البطولات والمباريات من خلال سعود سبورت. الشنقيطي يظهر بالعكازين. أكدت صحيفة الرياضية أن طبيب نادي الاتحاد أجبر مهند الشنقيطي على استخدام العكازين وذلك قبل السفر إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي من أجل إجراء العملية الجراحية. وكانت الفحوصات قد أثبتت إصابة الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة حيث ظهر اللاعب في العيادة الطبية وهو يتكئ على العكازين من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية. من جانب آخر أشارت الصحيفة ذاتها أن عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد قد تعافى من العارض الصحي الذي أبعده عن مواجهة الاتفاق الماضي حيث أصبح جاهز لمواجهة الرائد المقبلة. ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشين السعودي برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف فقط عن النصر المتصدر. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لملاقاة الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة يوم الخميس المقبل في الدوري السعودي. تقام مباراة الاتحاد والرائد في 8:30 مساء الخميس القادم على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 18 جولة يوم التأسيس في مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023. وذكر الإعلامي الرياضي منار شاهين أن تدريبات الاتحاد الجماعية خلال الساعات الماضية شهدت غياب العديد من عناصر العميد للإصابة مثل إيغور كورنادو، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، حمدان الشمراني، عبد العزيز البيشي وعبد الرزاق حمد الله، بالإضافة إلى المدافع أحمد حجازي الذي يغيب للراحة. ولا يزال الجهاز الفني للاتحاد بقيادة نونو سانتو في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي ثبت تعرضه لإصابة عضلية بسيطة وفق ما كشفت عنه الفحوصات الطبية. ويحتل الاتحاد وصف ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة من 17 مباراة بفارق الأهداف عن النصر المتصدر بينما يأتي الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة. يستمر الحديث عن العروض التي تتوالى على البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد من أندية أوروبية مختلفة